السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل غدا كده خفيف وسهل هيعجبكم ان شاء الله. بس ما تنسونيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد بأمر الله. معايا بصلايه كده كبيرة مقطعاها قطع صغيرة، حاطه معلقتين من الزيت. تمام، بقلب البصلايه لحد ما تدبل شويه وابتدي انزل بقرن فلفل حامي مع فص ثوم واحد وطماطمايه كبيره مقطعاها برضو قطع صغيره. تمام، ببتدي اقلب البصل والطماطم مع بعض شويه تشويحه كده حلوه لحد ما يتبالوا مع بعض. بصوا لحد ما دبلوا بالطريقه دي هبتدي انزل عليهم بفلفل رومي وكمان قرن فلفل حامي احمر. الاكله دي بتبقى سبايسي، بتبقى حلوه قوي. الغدا ده جميل جدا، هيعجبكم. انا بعمله كل اسبوع لان هو بيعجب الاولاد. هنا بقى معايا التوابل، معايا فلفل اسود، معايا كمون، معايا كزبره، 7 بهارات، معلقه ملح صغيره. تمام، لان الحاجه اللي احنا هنحطها في الغدا دي فيها ملح. معايا هنا بلو بيف، طعمه حلو جدا، نختار نوعيه كويسه. بفضل اقلبه كده وابتدي اضغط عليه عشان خاطر اخليه قطع صغيره اهو كده بالشكل ده. بجد غدا في 10 دقايق بيكون جاهز وطعمه حلو قوي. هنا عندي هنا 3 حبات من البيض، بنزل بيهم على البوليبيف بتاعي. حابه ان انت تزودي البيض اكتر من كده مفيش اي مشكله، بس انا بالنسبه لي 3 بيضات كويسين جدا. ابتديت اقلب في البيض لحد ما استوى. لازم البيض يتقلب عشان تاخدوا حاجه طعمها حلو. انا عملته مره بالبيض سبته عيون، ما عجبش الاولاد. تمام، لان البيض بيبقى نص سوا مش مستوي قوي، فالاولاد مش بيحبوا كده. هنا قلبت كل المكونات بتاعتي مع بعض. عايزه اقول لكم طعمه كان خطير بجد. بعد ما بننزل بالبيض برضو بنسيبه كده كمان دقيقتين وخلاص. كده بيكون خلاص خلص معايا الغدا بتاع النهارده. بص الجمال، بص بقى الخضار والبصل والثوم، يعني حاجه حلوه قوي. بتمنى تجربوا الوصفه، متنسونيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد بامر الله.